أتنحنون لنبيكم؟ نحن لا نركع إلا لله. محمد علمنا أنه رسول الله. رسول الله. أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل مشى فوق الماء؟ هل وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى أو أشفى المرضى؟ هذا صحيح، لابد للأنبياء من معجزات حتى يعلم الناس أنهم مرسلون من عند الله. معجزة محمد هي القرآن. أرأيت أيها الملك؟ كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله، فهل يرى لهم ملك الملوك حجة بعدما سمع؟ ولكني أعلم أن الله أنزل من عليائه على ألسنة الحواريين ليتسنوا بالتحدث بها في العالم الجديد. ولكني أسأل، هل تقع معجزة في زماننا هذا؟ سمعت ما يكفي؟ حجتكم ضعيفة. جئناك لاجئين من هول ما عليناه من الظلم والعذاب. قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد. ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء. بماذا يأمركم دينكم؟ يأمرنا ديننا بالكف عن المحارم وسفك الدماء وقصف المحصنات. وماذا في دينكم عن النساء؟ ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا. ماذا لهن ونحن ندعوهن ونكسهن ليخدمننا أو لنبيعهن إذا أبينا الطاعة؟ أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق، وسهرت عليك وأرضعتك طفلا حتى بلغت أشدك يا عمرو؟ لماذا فرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أفحمهم ربهم الواحد؟ ربنا رب الناس جميعا، رب زكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم، والمسيح كان نجارا في بلاد الجليل. الحق أقول لكم بأن ما جاء به دينكم وجاء به المسيح يصدر من سراج واحد. أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك. تكلموا. ماذا تقولون في المسيح؟ نقول ما جاء به محمد وجاء به القرآن، هو كلمته ألقاها إلى مريم. فاسألهم من ولد المسيح وكيف. هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيئا؟ نعم. فهل تأذن أن أتلو؟